بقول لك ايه، ما هو طالما لقينا حته صغيره يبقى اكيد فيه كبير، الا بقى اذا كان ايدك طالت ولا عينك زاغت. يا نهار اسود، بتخوني يا استاذ حافظ، بتخوني. يعني انا شغال بطولي مع نفرين في شغلانه عايزه 10 رجاله، وانت ولا عايز تفك ايدك ولا تفك الكيس، وفي الاخر بتخوني. ما احنا لقينا المراد خلاص. وانا يعني كان ايه اللي خلاني اوافقك على كلامك وخاطر بالمدرسه كلها، الا ان انت جيت قلت لي ان هنا فيه مساخيط والكلام اللي انت قلته لي ده. طب اسمع بقى يا حافظ. حافظ؟ انت جننت يا بساوي. حافظ كده حرف، لا عم حافظ ولا استاذ حافظ. طب اسمع يا عم حافظ، يا استاذ حافظ، يابا الحاج حافظ، الارض دي هتتهد على دماغتنا، مهما حاولنا نسقفها بتهوى علينا. قول بقى انك عايز تخلع. اخلع ايه بس؟ الارض دي مش صحراوي، زراعي، بتهيل علينا. بقول لك ايه، كمل حفر على مسؤوليتي، اني حاسس اننا خلاص قربنا. صدقني كمل بس على مسؤوليتي، مالكش دعوه. طب احساس على احساسك، احنا رايحين في داهيه. يا راجل اسكت بقى. السلام عليكم. نهار اسود، دواره. انتوا فاكريني يعني ان انا ما اعرفش حكايه الحفره دي يا شيخ حافظ؟ لا، ده انا عارفها من زمان قوي، بس انا كنت ساكت على اساس انتوا بتبيعوا الاصنام دي مش بتعبدوها. امال ايه؟ اسكت، انزل تعال. اني؟ امال اني؟ اللي جابوا لي عرف مكاني ازاي؟ وصل، والهانم طبعا مستنياه فوق. خلاص، حلاوتك هتوصلك مكانك. ما شاء الله. انت بتتجسس عليا؟ ايه؟ حاشا لله يا شيخ حافظ، حاشا لله. ليه سوء الظن ده؟ يعني ان بعض الظن ايس؟ بعضه يا اخويا، بعضه، انما البعض الاخر حلال. عايز ايه؟ ايه ارجع الجامع. الاوقاف خدته. بنت عمك يا شيخ حافظ، بنت عمك خطفت مني الجامع. ايوه، وانا انتهنت واتطردت قدام عينيك ومحدش رد اعتباري. قلت اروح لجلال بيه، برضه ما عمليش حاجه. قلت اروح لحامد، برضه ما عمليش حاجه. ما عادش فاضل بقى غير قدامي بقى غيرك انت بقى يا كبير. انت كبرنا يا شيخ حافظ والبركه فيك. والبركه راحت فين يا اخويا من عبد البار؟ ما انا بعته طبعا. ما انت دواره هتبيع اي حد. بقول لك ايه، اني ماليش في جو تكفير الناس بتاعكم ده، ولا جو السلاح والجو اللي انتوا بتعملوه. اني عايز مصلحتي وخلاص. حلو الكلام، حلو الكلام. خلاص نخلي البساط احمدي. ايوه، امال ايه؟ خلي البساط احمدي، ويعني تاخدني ريحك، وهو ينوبنا بقى من الحظ جانب. كده يعني، طالما الحكايه بقت مصالح وبس يا شيخ. بس اسكت اسكت، ما هو نبرك انت وامثالك اللي مبهدلني. اسكت ساكت وخليك مكانك. فيه ايه يا جلال؟ ما تجيب من الاخر، مجيتك على غفله كده موغوشاني، والبلد اساسا حالها ما يطمنش. طب ما انت نبيه اهو، مش حافظ بس. لما انت عارف ان حال البلد مش تمام، ما ردمتش الحفره ليه؟ حفرة ايه؟ انت عايز ايه بالظبط يا جلال؟ ما تجيب من الاخر. عايزك تردم الحفره يا حافظ. الحقيقه منتهى الغباوه اللي انت بتعمله. اثار ايه اللي انت بتدور عليه؟ انت بتشتغل لحسابك؟ وانا حرمتك من حاجه؟ انا قصرت معاك في حاجه يا حافظ؟ فكره غبيه ومشيت وراها، وممكن تخلي شكلنا كلنا وحش. كل ده عشان حتتين اثار؟ وبعدين افرض صفيه جت فجاه وشافت الهباب اللي انت بتعمله ده، هيبقى موقفنا ايه؟ يا سلام يا اخويا، هو يعني كان مين السبب؟ مش انت؟ كلنا كنا معارضين ان صفيه تبقى عمده. انت الوحيد اللي اصريت لازم تيجي عمده. وادي النتيجه يا اخويا. عجربتك وغرورك وصلونا لايه؟ البلد اللي كانت هاديه وكنا مسيطرين عليه، لا بقت هاديه ولا متنايلين مسيطرين. طبعا عايز تفضل طول عمرك المسيطر المهيمن حامي حمى العيله.
كنت عايزني اجيب مين عمده يا حافظ؟ يعني ايه يعني؟ وأنا ما ينفعش؟ يا أخي المشكلة عمر ما حد فيكم شافني صح. الأدهى إن عمر ما حد فيكم شافني أصلاً. دايماً راكنني على الرف، مش عارف ليه. عشان كده ربيت دقنك وعملت فيها شيخ عشان تلفت نظرنا، مش كده؟ وهو يعني كان في حد فيكم خد باله مني ولا اتلفت نظره ليا إلا لما ربيت دقني وعملت فيها شيخ؟ اقول لك على حاجه يا حافظ، الحقيقه انا مبهور بغباوتك وغشامتك وقله ادبك. طول عمرك كان نفسك تبقى رمز لاي حاجه، اي حاجه. فاكر لما دخلت انتخابات المحليات وكنت رمز المفتاح وقعدت تقول للناس تنتخبك لان ده مفتاح الجنه؟ طول عمرك اناني، اناني حتى في تدينك على فكره، شايف ان انت الوحيد صاحب الفضيله وبقيه الناس كلهم عصاه. ان الله غفور رحيم بتستخدمها لنفسك بس، انما اي حد تاني لو غلط غلطه صغيره بتجلده. ما عندكش مشكله في انك تبقى مصلي ومتحرش، ما عندكش مشكله في انك تحج بيت ربنا وترجع تتاجر في الاثار. اردم الحفره يا حافظ، اردمها، والا هامر بالساوي هو اللي يردمها. الحق، المدرسه اللي كانت بعتها لك سهير عشان تشغلها عملت لك محضر، انا عرفت اعطله. راحت هي بقى المحكمه وعملت لك جنحه مباشره. انت متهم بالتحرش يا حافظ. سلمى يا بنت تل شبوره، هننضف تل شبوره، هننضف تل شبوره. وعد يا سلمى وعد، 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 وعد يا سلمى وعد. ده كده خدنا حقنا. في حد ناقص نديله حقه. يلا بينا. وعد يا سلمى وعد، 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 وعد يا سلمى اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.